السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل خلطة للغسيل الغامق. انا الفيديو اللي قبل كده عملت وصفة لغسيل البطاطين والستاير والسجاد الابيض، عشان انا عندي السجاد فاتح، فكنت عاملة خلطة للغسيل الابيض او الغسيل الفاتح وحاطة فيها كلور. المرة دي هعملها للغسيل الغامق. هغسل اعراض الستاير، طبعا انتوا عارفين هي غامقه، ولا اي غسيل غامق، فعشان كده هنحطش كلور، هنحط كلوركس الوان او كلور الوان. نبدا الوصفه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه عملتها، جبت نص لتر من الميه وحطيت فيه معلقتين من النشا، وقلبتهم كويس عشان خاطر ما يكلكعوش. جبت بقى كوبايه ميه او نص كوبايه ميه وحطيت فيها معلقتين من البوتاص او الدبوشار او حجر تسليك المجاري او القطرونه. هنقلبهم كويس، وعشان تعرفي ان البوتاص ده كويس ولا لا هتلاقي الكوبايه سخنه قوي. مش مشكله، مش لازم نستناه لما يبرد، نشتغل بيه على طول. هنحطها على النشا وهتقلبي، هتستوي كأنها استوت او كأنها عاملة زي جل يعني كده. ده تكسبون البيتشي، ده بديل التكسبون. هنقلبه كويس عشان احط عليه باقي المكونات، لازم تتقلب كويس. الوصفة دي زي ما قلنا هتغسلي بيها لو عندك سجاد غامق، هتغسلي بيها لو عندك ستاير غامقة، تنفع برضو للسيراميك، تنفع للأرضيات. هنا هنحط كوباية مية وهنحط فيها معلقة من الكربوناتو ومعلقة من الزهرة البيضاء ومعلقة من الملح الليمون. كده قلبي الخليط كويس، نزليه على الخليط السابق، خليط النشا والبوتاص. طبعا انتوا عارفين الكربوناتو والملح الليمون والزهرة البيضاء بيعملوا ايه في الغسيل، نظافة وتعقيم وحاجة خيالية كده. انا قلت لك الغسيل ده، الصابون ده عاملاه للغسيل الملون، للستاير الغامقة بتاعتي وللسجاد الغامق. انا ما عنديش سجاد غامق، انا عملت السجاد الفاتح بتاعي كله غسلته بالخلطة اللي قبل كده، الفيديو اللي قبل ده على طول. عندك سجاد غامق ممكن دي تتعمل بيها غسيل البطاطين، ماشي، يعني حاجة كده هوت من الخيال يعني كده هوت. الأسبوع ده يعني كلفت فيه كمية منظفات مهولة. لو مع اني ما عملتش الحاجات دي كان زماني اتكلفت جامد، بس الحمد لله الخلطات دي بتساعد جدا وبتوفر علينا كتير جدا، يعني بتوفر عليا كتير جدا. الاسبوع ده كله كان اسبوع تنظيف في البيت، كل حاجة في البيت اتغسلت. دي كوباية من الصابون السائل العادي اللي بتجيبيه من عند الراجل، كيسة ب5 جنيه. حطيت منه كوباية بس، وما تخافيش هتعمل رغوة جميلة جدا وهتشوفيها شوية كده وهوريها لك. وهنحط كوباية من الكلور الألوان. الكلور الألوان ده احنا عاملينه مع بعض برضو على قناة. كلور ألوان اهو، وقلبي الخليط كويس. الخليط ده زي ما قلت لك بطاطين، سجاد، ستاير، كل ما تشتهيه يعني. بصي حاجات الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. يعني انا قلت لك الخلطات دي بتوفر علينا كتير جدا في ظروف الغلا اللي احنا فيها دي، بتوفر علينا كتير جدا. الحمد لله غسلت كل حاجه، بقولك في البيت كل حاجه في البيت اتغسلت وفضل عندي الحمد لله. هنا بقى هنعمل لك اختبار الرغوه بتاعته. دي خرقه المطبخ، انا بس هوريكي الرغوه بتاعته مش اكتر، انا مش عايزه يعني، انا هوريكي كده الرغوه بتاعته، وكمان شويه اوريكي الزوجه بتاعته حلوه. انا عملتها كده في ازازه على طول، وبقيت باخد منها على كده ما بخففهاش، تخففيها على طول في الغساله بقى. بصي الرغوه بتاعتها عامله ازاي، حاجه جميله خالص. بقى لو فضلتش بقى معايا لغايه كده ما تنسيش اللايك، اعملي لايك عشان الفيديو يترفع، وفعلي الجرس، واشتركي في القناه لو مش مشتركه يسعدني اشتراكك، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. شفتي الرغاوي عامله ازاي؟
انا كنت عندي غسيل النهارده الستاير الغامقه، فقلت اعمل الخلطه دي قبل ما اخش اغسل، ورحت غسلت على طول. والله والله حاجه كده هو تحفه تحفه. جربيها وهتدعيلي. شفتي الزوجه بتاعته عامله ازاي؟ حلو مش خفيف، جميل قوي. حطي في ازازه ومنه على الغساله عدل. كوبايه منه في الغساله هتعمل لك شغل جميل. حاجه كده جميله خالص. كده الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك اوعك تنسي اللايك. شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.